مساء الخير، يا رب يكون كل الجميع بخير. حالاتنا الحلوين اللي جايبين نتائج مبهره معانا. حالتي الحلوه النهارده رابع اسبوع، هي ابتدت 91 و400 جرام، احنا النهارده 87 و800 جرام. ابتدت الدهون العامه 43 600، احنا النهارده 42. الدهون الحشويه ابتدت 12، النهارده 10 ونص. قولي لي بقى يا قلبي، فرقت معاكي التغذيه في ايه؟ لا فرق بصراحه يا دكتور. انا كنت جايب حضرتك كنتش متوقعه ان انا الموضوع هيفرق معايا كتير كده. لا بالعكس، انا لما مشيت على النظام ارتحت كتير جدا جدا جدا، وبقيت مبسوطه. انا حاسه بنفسي ان انا خفيفه، عارفه امشي، عارفه اقعد، عارفه انام، عارفه اخد نفسي. فالحمد لله فرق كتير جدا بصراحه. الحمد لله. قولي لي، انت اول امبارح بتقولي لي عملتي لنفسك كده وجبه فري؟ بصراحه يا دكتور انا حسيت نفسي ان انا كده نفسي اخرف شويه، وقلت مش هو طبعا مشكلة. كان في دخل PMS، فكلنا عارفين ان احنا في الوقت دوت بتبقى الهرمونات بتاعتنا متلخبطه، مش على ما يرام يعني. بس هي قالت لي حاجه، قالت لي ان انا بعد ما اشتغلت تغذيه كويس، وبعد ما حسيت ان انا مرتاحه وبطني مرتاحه والقولون بتاعي مرتاح، بعد ما عملت الوجبه الفري دي اللي انا عملتها، قولي لي بقى حصل لك ايه؟ لا تعبت جدا يا دكتور، وقعدت يومين يعني مش عارفه اقول لحضرتك، بقى صعوبه في الحمام، بقى صعوبه في النفس، صعوبه في المشي، مش قادره، مع ان انا بقالي فتره والحمد لله مظبوطه، بس اثرت عليا، خلتني بقى اخاف تاني، لا خلتني ارجع تاني اللي انا فيه، اللي انا كنت مرتاحه فيه نفسيا. هي دي بقى التغذيه اللي انت تعيش مرتاح لما بتشتغل تغذيه. هو ده النهارده المفروض اللي انا جايه اقوله في الفيديو، انه لما حضرتك بتشتغل تغذيه كويس وبتبقى تغذيه مظبوطه، بتحس ان معدتك مرتاحه، جسمك مرتاح، نومك مرتاح، حتى حركتك في البيت مرتاحه، حتى في شغلك ان انت مرتاح، نفسك مرتاح، كل ده بتحسه لو احنا ماشيين تغذيه سليمه. وقتها بقى لو انت لخبطت ورجعت لحياتك الطبيعيه اللي انت كنت عليها، هتحس بالفرق. هو ده اللي احنا دايما بنسعى ليه وبنقوله، ان التغذيه هو ان انت لا يصح الا الصحيح، هو الصحيح اللي انت ماشي عليه. ولما بتنحرف وترجع تاني لللايف ستايل اللي انت كنت بتعمله، هو ده اللي مش صحيح، وجسمك بيديك رد فعل. عشان كده دايما اللي بيبوظ تغذيه وبيرجع لللايف ستايل القديم بتاعه، اللي هو السلوكات الخاطئه بتاعتك، بترجع نفسك ما بيبقاش منتظم، حياتك ما بتبقاش منتظمه، يا عماله تعمل لي كده تعمل لي كده. فاحنا دايما بنسعى ان احنا نغير سلوكياتنا، لان سلوكياتنا الغلط دي يا جماعه هي اللي بتودينا ان احنا جسمنا يدي رد فعل، وبعد كده انت بترجع تقول رد فعل جسمي ليه، هو انا ايه اللي حصل لي، هو انا فجاه بقيت تعبان، انا القولون عندي تعبان، انا انت بسلوكياتك انت اللي بتعمل كل الاخطاء دي. التغذيه اساس كل حاجه في حياتنا. عايز تمشي صحتك كويسه بالتغذيه، عايز نفسك كويس بالتغذيه، عايز ذكائك وفطرتك وعقلك ونشاطك يبقى كله بالتغذيه. متشكره جدا لذوق حضرتك يا دكتور. الدكتور جميله جدا يا جماعه، وانصح بيها لان فعلا بجد انسانه فوق الذوق، هي اخت قبل ما تكون دكتور بصراحه. ربنا يخليكي يا رب، ربنا يخليكي، ودايما عند حسن ظنكم، ودايما دمتم اصحاء ودمتم بالف خير. صحتك مهمه، حافظ عليها.